بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم على قناتكم مع سيري للطبخ والحلويات. الوصفة تاع اليوم راح نشوفوا طريقة تحضير المسفوف. كاين بزاف الاخوات اللي طلبوا هذه الوصفة مني. هذه الوصفة خاصة بشهر رمضان ان شاء الله. كما تعرفوا في شهر رمضان لازم المسفوف يكون حاضر في السحور، لازم نقدموه. وكاين المسفوف يعني عدة انواع تاع المسفوف، كاين اللي يحضروه بالزبيب، كاين اللي يحضروه بالتمر، كاين اللي يحضروه بالمكسرات، كاين كل واحد والطريقة تاعو في طريقة التحضير عفوا تاعو. يعني كل منطقة كيفاش تحضّر المسفوف هذا. رايحين نشوفوا أنا طريقتي في تحضير المسفوف، صدقوني يعني يجي مسفوف هايل، يجي بزاف بنين، والسر تاني تاع الطراوة تاعو باه يقعد لكم مسفوف طري وما يشيحش. رايحين نشوفوا كل التفاصيل في الفيديو، إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة وتجربوها. إلا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنساوش ديروا جيم الفيديو. أنا عندي كمية تاع النعمة أو الكسكس أو البربوشة، كل منطقة كيفاش تسميها. أنا حوالي عندي 600 غرام. أنا هذه النعمة أو الكسكس اللي مفتولة في البيت، يعني اللي يفتلوها نساء في البيت. حطيت لها كمية تاع الملح، يعني ما كترش بزاف كمية تاع الملح علاه النعمة هذه اللي مفتولة في البيت، يعني ملحوها يعني تجي مالحة. البنات تخدموا نفس الطريقة يعني اللي كان عندكم النعمة تاع الأكياس اللي نشريوها من المحلات. أنا هنا عندي الكمية تاع النعمة تاعي هنا اللي مفتولة في البيت. البنات ترشوها بزاف بالماء. كي تكون النعمة تاع برا ما تكثرولهاش بزاف الماء على هي ما تشربش. انا هنا الكميه تاع النعمه تاعي هنا، النعمه تاع البيت تقدروا البنات تغسلوها مليح، تصفيوها وتخليوها تشيح. انا رشيتها يعني بكميه كبيره تاع الماء، ومن بعد خليتها مده 10 دقائق. شوفوا كي رجعت لها كيفاه لقيتها شايحه، يعني شربت النعمه. انا قاعده نفسح فيها باليد. انا كي قاعده نفسح فيها باليد شوفوا كيفاه كل حبه رجعت وحدها، يعني ما كعبرتش النعمه، ما درش فيها دوك الحبيبات. على هذه النعمه مفتوله باليد. انا ضفت لها كميه تاع الزيت ونخلطو مليح. هنا المره الاولى قبل ما نحطو النعمه تاعنا تفور لازم ندهنوها بكميه تاع الزيت هكذا النعمه باه كي تفور ما تلصقش في بعضها، تجي كل حبه وحدها. انا حطيت كميه تاع الماء في البرمه، حطيت الماء فوق النار يغلي وحطيت النعمه تاعي في الكسكاسه حنحط النعمه تفور. شوفوا هنا المره الاولى خليو النعمه تاعكم تفور مليح. هنا عندي كميه تاع التمر وعندي كميه تاع الزبيب. انا كميه تاع الزبيب حوالي 300 غرام تاع الزبيب. البنات شوفوا انا عندي هذه النوعيه تاع الزبيب، يعني كانت عندي هذه النوعيه تاع الزبيب وخلصت. هذه النوعيه هايله، يعني اللي يجي اللون تاعو هكذا والحبه تاعو تجي كبيره. الزبيب تاعنا لازم نغسلوه 2 مرات او 3 مرات ونشلوه مليح. كما تعرفوا الزبيب شغل يجي معسل يلصق فيه الغبار، لازم نغسلوه مليح نشلوه ونعاودوه. انا غسلته 3 مرات. انا عندي كميه تاع التمر من الاحسن تكون نوعيه طريه كما قاعد تشوفوا فيها في الصوره، ما تستعملوش هذيك التمر اللي تجي يابسه. هكذا باه المسفوف تاعكم يجي بنين. هنا كما قلت لكم البنات تقدروا تستعملوا غير الزبيب، تقدروا تستعملوا الزبيب والتمر، تقدروا تستعملوا غير التمر وحدها، او تقدروا تستعملوا الزبيب والجوز ثاني. الجوز تكسروه او تقطعوه كما قاعد نشوفوا كما نقطعوا التمر. انا نفضل المسفوف يعني نحبه بزاف بالتمر والزبيب. كما قلت لكم كل وحده والطريقه تاعها كيف تخدم المسفوف. انا نخدم المسفوف تاعي يعني بهذه الطريقه، صدقوني يعني يجي هايل بنين. هنا البنات شافوا النعمه تاعي بعد ما فارت، يعني خليتها فارت مليح مده 15 دقيقه وهي تفار. كي تكون عندكم كميه قليله ما راحش تدي لكم مده طويله في الفران، يعني مده 10 دقائق. بعد ما نحيت انا النعمه ما فارت مليح نفرغتها في القصعه، دهنتها بكميه تاع الزبده تاع البقر، يعني زبده حيوانيه هكذا باه النعمه تاعكم تجي بنينه. انا عندي هنا كميه تاع الحليب. البنات انا نرش النعمه تاعي المره الاولى هكذا بالحليب باه تجيني النعمه بنينه. تقدروا ترشوها بالماء، يعني تقدروا ترشوها بالماء او تقدروا ترشوها بالحليب. انا هنا النعمه تاعي رشيتها بكاس تاع الحليب. كما قلت لكم انا نفضل نرشها بالحليب هكذا باه النعمه تاعي تجي بنينه. شوفوا النعمه تاعكم كي تضغطوا عليها في اليد تلقاوها كشغل مطمنه تلصق في بعضها، ومن بعد تحلوها تتحل من بعضها. هنا تعرفوا بلي النعمه راهي مليحه، يعني حبسوا لها الكميه تاع الحليب او الكميه تاع الماء. هنا من بعد انا ما خلطت ما رشيت عفوا النعمه تاعي، زدت لها كميه تاع الزبيب وخليتها مده 10 دقائق. لازم البنات كل ما ترشوا النعمه تاعكم لازم تخليوها تشيح، يعني تشرب او تنشف مليح من الماء هذاك اللي فيها، ومن بعد تعاودوا ترجعوها تفور. كما قاعد تشوفوا البنات انا زدت عاود رجعتها فات الفوره الثانيه. النعمه والزبيب لازم يفوروا مع بعضهم باه الزبيب تاعنا يجينا طري. هنا بعد ما فرت الفوره الثانيه شوفوا انا منحيتها حطيتها في القصعه عفوا. راح نزيد نرشها للمره الثانيه بالحليب. كما قلت لكم تقدروا ترشوها نتوما بالماء، نرشوها مليح هكذا بالكميه تاع الحليب او الماء. كما تعرفوا النعمه تاع الدار اللي تكون مفتوله في الدار تشرب بزاف الكميه تاع الماء او الكميه تاع الحليب، عكس النعمه اللي نشريوها من المحلات. النعمه اللي تشريوها البنات في الاكياس من المحلات تخدموها نفس الطريقه، واش هي كترشوها بالكميه تاع الحليب والكميه تاع الماء، ما تكثرولهاش بزاف.
يعني عينكم ميزانكم، كي تعودوا ترشوا فيها كتلقاو النعمة تاعكم طرية حبسوا. هنا أنا بعد ما رشيتها بالكمية تاع الحليب زدت خليتها مدة 10 دقائق حتى تنشف مليح، من بعد نزيد نعاود نرجعها تفور. كيف تعرفوا النعمة تاعكم بلي راهي مليحة البنات؟ ضغطوا عليها في اليد، يعني باليد عفوا، كما شفتوا في الفيديو. كي تلقاو النعمة تاعكم مطمنة يعني لاصقة في بعضها، عرفوا بلي النعمة راهي مليحة. أنا حطيتها في الكسكاس وزدت عاودت رجعتها فارت للمرة الثالثة. من بعد ما فارت مليح زدت فرغتها هنا في القصعة. هنا فرغتها في القصعة. شوفوا البنات كيفاه النعمة هايلة، يعني ما تلصقش في بعضها. انا زدت لها هنا كمية تاع زبدة البقر، كما قلت لكم من الاحسن زبدة تاع البقر او زبدة تاع البقرات تجي بنينة النعمة بها، او المسفوف عفوا يجي بنين. هنا ندهنوها مليح بالكمية تاع الزبدة. هنا الوصفة تاعكم كما قاعدين تشوفوا فيها البنات، او النعمة او المسفوف عفوا. انا بعد ما ضفت الكميه تاع الزبده وخلطت مليح راح نزيد نضيف الكميه تاع السكر. يعني هذه الطريقه اللي يحبوا المسفوف حلو يعني نخدموه بالطريقه هذه. هنا اللي ما يحبوش المسفوف حلو تقدروا تستغناو على الكميه تاع السكر. هنا زدت ضفت انا كميه تاع السكر حوالي 5 ملاعق كبيره او 6 ملاعق كبيره تاع السكر. زدت ضفت ملعقه كبيره عسل حره، يعني الملعقه هذه تاع العسل الحره تعطي بنه هايله لهذا المسفوف تاعنا. يعني كانوا زمان يخدموا المسفوف بهذه الطريقه. هنا بعد ما خلطت الكميه تاع السكر الكميه تاع العسل خلطت مليح. هنا الكميه تاع التمر نضيفوها مع الاخير كما تعرفوا التمر طريه. هنا زدت ضفت كميه تاع ماء الورد حوالي نصف فنجان تاع ماء الورد. ماء الورد يزيد يعطي بنه هايله، يعطي خاصه الماء الورد كي يكون مقطر يعني يعطي بنه المسفوف تاعنا. هنا البنات شوفوا انا بعد ما ضفت الكميه تاع السكر السكر هذيك الكميه تاعو تذوب في المسفوف. كي تذوب الكميه تاع السكر المسفوف تاعكم راح تشوفوه طري بزاف. ضفت كميه تاع ماء الورد، حطيت الكميه تاع التمر، ونخلي النعمه تاعي او المسفوف تاعي نخليه يزيد يقعد مده 10 دقائق حتى ينشف مليح. شوفوا هنا انا بعد ما خليته شوفوا حتى نشف راح نزيد نرجع نفورو. يعني المسفوف البنات خدموا له الطريقه هذه المسفوف تاعكم راح يجيكم طري هايل، ما يجيش شايح المسفوف. كما تعرفوا المسفوف لازم يجي طري ما يجيش شايح. انا نزيدو نعاودو نرجعوه يفور نخليوه يفور مليح كما قاعد تشوفوا فيه في الصوره. يعني هذه هي الفوره الاخرى. هنا المسفوف تاعي انا بعد ما فار شوفوا كيفاه نتحصلوا عليه، شوفوا كيفاه جا طري كيفاه جا مطمن. يعني صدقوني مسفوف هايل يجي بزاف بنين الزبيب والتمر. تقدروا تضيفوا الجوز ثاني مقطع او تقدروا تحضروه غير بالزبيب برك. كما قلت لكم كل وحده يرجع لها الاختيار ليها. مي تحضروه بالطريقه هذه صدقوني يعني يجيكم مسفوف هايل. هذا المسفوف خاص بشهر رمضان ان شاء الله نحضروه في السحور. كما تعرفوا كل البيوت الجزائريه على الطاوله تاع السحور لازم يكون حاضر مسفوف، يكون حاضر مع اللبن او مع الرايب نقدموه. هذه هي الوصفه تاعنا كما قاعدين نشوفوا فيها البنات. يعني تبعوا كل النصائح بإذن الله راح تحصلوا على مسفوف يجيكم هايل، يجي طري يجي مطمن، ويعني يقعد مدة طويلة يقعد الطري ما يشحش كما قاعد نشوفوا فيه في الصورة. هنا نزينه بكمية قليلة تاع السكر ناعم راح نزينه انا بالمكسرات. هنا طريقة التزيين كل وحدة يرجع لها الاختيار ليها. تقدروا تخلي المسفوف تاعكم غير بالزبيب هكذا كما شفتيه في الصورة. انا فضلت هكذا نزينه بالمكسرات. عندي كمية تاع الجوز عندي كمية تاع الفستق، يعني حبة تاع الفستق انا زينته هكذا باه يعطي منظر باهي في الصورة. هنا نواد كاجو تاني زيت زينت به. هذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله تعجبكم الوصفة هذه وتجربوها. وصفة هايلة وصفة سهلة تقدروا تحضروها تخرج لكم كمية كبيرة. كما تعرفوا كي تكون الكمية تاع النعمة يعني كمية صغيرة راح تحصلوا على كمية كبيرة، خاصة النعمة تاع اللي مفتولة في البيت راح تزيد في الكمية تاعها كي نحضروها. هذه هي عفوا الوصفة تاعنا. اي وصفة حابين تزيدوا تشوفوها خليوها لي في التعليقات اسفل الفيديو. ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم ومع السلامة.